خير على كل اخواتي الاحباء. انا موجود النهارده في دير الانبا بشوي، وهنا موجود بير الشهداء. ده بير الشهداء. سنة 444 ميلادي تم هجوم البربر على الدير وقتلوا 49 شيخ من رهبان برية شهيت، وجم هنا في المكان غسلوا السيوف بتاعتهم. المكان ده تم غسل فيه السيوف بتاعتهم. البير ده مكان هنا بركة، زي ما انتم شايفين البير عمقه قد ايه. انا حبيت اعرفكم بالمكان النهارده. بير الشهداء ده اسمه ايه؟ بير الشهداء. المكان اللي هجموا زي ما قلت لكم البربر عليه سنة 444 وقتل 49 شهيد برية شهيت. دير ابو مار اللي هو القديس مكاريوس جم هنا وغسلوا غسلوا السيوف بتاعتهم. شفاعة وبركة 49 شهيد من رهبان برية شهيت تكون معانا وتفرح قلوبنا. شفاعة 49 شهيد تحافظ على الكل وتفرح الكل، وتكون معاهم وتكون مع اخواتنا الطلبة وتحافظ عليهم وتفرح قلب كل حد محتاج. شفاعة 49 شهيد تدي كل حد محتاج طفل وتفرح قلبه. اي حد عنده مشكلة تتحل، اي حد في غربة عشان اكل عيشه يرجع لاولاده ويرجع لاهله، وتكون شفاعتهم تكون قوية معاهم. بركة 49 شهيد تكون مع اخواتنا اللي في السودان. بركة 49 شهيد تكون مع اخواتنا الطلبة وتحافظ عليهم. وزي ما قلت لكم اهو المكان اللي كان فيه 49 شهيد زي ما انا قلت لكم. المكان موجود في دير الانبا بشوي. زي ما انتم شايفين. استنى اكبر لكم اليافطة. بئر الشهداء سمي بئر الشهداء لأنه تم هجوم البربر الثالث على الأديرة سنة 444 ميلاديا، وقتلوا 49 شيخ من برية شهيت اللي هم رهبان دير الأنبا مكاريوس اللي هو دير أبو مقار، وجابوا هنا السيوف بتاعتهم وغسلوهم من الدم في هذا البير. شفاعة 49 شهيد تكون مع كل إخواتي، تحافظ عليهم وتفرح قلوبهم.